لو في ملك في تاريخ مصر القديمة نقدر نقول عليه ملك الرفاهية والازدهار يبقى آمنحتب الثالث. الراجل ده حكم مصر 40 سنة. الفترة دي كانت من أفضل عصور الدولة الحديثة، اللي هي أصلا من أفضل عصور مصر كلها. تخيل إنك عايش في زمن ما فيهوش حرب تقيلة زي اللي قبله ولا اضطرابات زي اللي بعده. مصر في عهده كانت مستقرة وآمنة، والموارد بتغرق البلد، والناس بتاكل وتشرب وتشتغل في أمان. كل ده بسبب إن الراجل ده كان سياسي بارع، وعرف ازاي يحافظ على حدود مصر من غير ما يتورط في معارك كتير. أمنحتب الثالث ورث من أبوه تحتمس الرابع إمبراطورية ضخمة بتمتد من النوبة في الجنوب لحد سوريا في الشمال، وكان عنده جيش قوي جدا. بس المدهش إنه ما اعتمدش على الحرب واعتمد على التحالفات. يعني مثلا عمل تحالفات وجوازات سياسية مع ملوك وبنات ملوك من بلاد تانية زي بابل وميتاني، وده خلاه يحافظ على السلام ويقوي العلاقات، وكمان يفتح تجارة واسعة. ومن أهم الحاجات اللي بتبين ازدهار عهده المشاريع المعمارية الضخمة اللي عملها. يعني معبد الأقصر الحالي هو اللي أسسه، ومن أبرز آثاره كمان تماثيل ممنون العملاقة اللي لحد النهاردة واقفة في البر الغربي للأقصر. التمثالين دول كانوا واقفين قدام معبد جنائزي ضخم بناه أمنحتب الثالث، لكن المعبد نفسه اتهدم وباقي منه التمثالين دول بس. التمثال الواحد طوله أكتر من 18 متر ووزنه مئات الأطنان. تخيل المصريين شالوا الحجارة دي ازاي ونقلوها وبنوها بالدقة دي. وفي عهده كمان مصر بقت زي مركز للثقافة والفن. الفنانين والنحاتين وصلوا لأعلى درجات الإتقان. يعني لو تبص على التماثيل اللي معمولة هتلاقي دقة وجمال غير عادي، مش تماثيل جامدة وخلاص، لا فيها روح وتفاصيل بتبين قد ايه عصره كان مزدهر. أما عن الدين فأمنحتب الثالث كان متدين جدا، وبنى معابد للإله آمون خصوصا في الكرنك، وكمان للإله رع وحتحور وسخمت. وفي أواخر عهده ابتدى يظهر اهتمام خاص بآلهة تانية زي آتون، واللي هيمهد الطريق لابنه الشهير جدا إخناتون اللي هيعمل الثورة الدينية بعد كده. وفي الناحية الاقتصادية مصر كانت غنية جدا وقتها، الزراعة في قمة قوتها والتجارة شغالة مع كل البلاد اللي حوالينا، ده غير الذهب اللي بيجي من النوبة، لدرجة إن الملوك التانيين كانوا بيبعتوا يطلبوا ذهب من مصر في رسايلهم، والرسايل دي موجودة لحد النهاردة ومعروفة باسم رسايل تل العمارنة. أما بقى عن الطب فكان في تقدم كبير، وعثروا على تماثيل ومنحوتات بتوضح قد ايه المصريين وصلوا لفهم كبير لجسم الانسان. لكن على قد ما حكمه كان مليان رخاء، في اخر سنين حياته ابتدى عليه المرض. العلماء لما درسوا الموميا بتاعته لقوا انه كان بيعاني من مشاكل في الاسنان والتهاب في العظام. ومع ذلك فضل الملك العظيم اللي عاش في رفاهية انه يموت في مصر وهي في قمة ازدهارها. وبعد وفاته استلم الحكم ابنه اخناتون اللي عمل تغييرات دينية ضخمة قلبت الدنيا راس على عقب. لكن الحق يقال ان من غير الثراء والاستقرار اللي عمله ابوه امنحتب الثالث ما كانش اخناتون يقدر يعمل حاجة.